السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة منى الدار مع نوال. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سلطة رويال بريستيج للمناسبات والضيافة بالاشتراك مع قناة كليكوك للصديقة المبدعة والفنانة مريم بركات، الغنية طبعا عن التعريف، المعروفة على الصعيد الوطني والعربي بوصفتها الرائعة والناجحة وطيبتها وتواضعها وحداقتها، تبارك الله عليها، اللي بدورها غادي تقدم لكم الحلقة 33 من سلسلة أطباق بلادي، حلقة خاصة مع الطباخة المتميزة فاطمة اللي غادي تقدم لكم دجاج بريستيج وبسطيلة ديال الحوت للمناسبات والضيافة كذلك. نتمنى أنكم ملي تساليو من هذا الفيديو تدخلوا تشوفوا الحلقة والقناة بصفة عامة لأنها رائعة ومتميزة، وتشتركوا في القناة وتخليوا دي لايك. بالنسبه لهاد السلطه هذه او سلطه رويال، يعني كيكون فيها بزاف ديال التحضيرات، كيكون فيها بزاف ديال السليق، بزاف ديال التنقيه، بزاف ديال المهم من الاحسن اننا ننظموا ليها الوقت واننا نديروا لها تحضيرات. نديروها بحال دابا السليق نديروه في الليله اللي قبل، يعني الصباح غادي نوضوا غادي نبقاو غير مع التقطاع ومع هذا، ومن الاحسن اننا السليق نحيدوا علينا التقديه، يعني نتقداو لها قبل، ماشي نخليو كلشي في نهار واحد لان ما يمكنش. هاد خصوصا هاد سلطه رويال او هذا كيكون فيها بزاف ديال الخدمه، ماشي يعني بحال بزاف ديال الاطباق اللي كتوجد يعني في واحد الوقت، هذه كتحتاج لواحد الوقت كتير. المهم بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو راكم كتشوفوا. بالنسبه للمكونات كاين مكونات اللي نقدروا نزيدوهم، كاين مكونات اللي نقدروا نقصوهم، ماشي ضروري نديروا هادشي كامل، يعني انا عطيتكم يعني شكل وانتم كتمشيو على حسب الرغبه ديالكم. المهم عندي بطاطا يعني سلقتها وقطعتها هكا مربعات على حساب سلطه عاديه. عندي الباربه هي سلقتها بليله قبل وقطعتها. عندي الجلبانه حتى هي سلقتها. عندي الروز هو سلقته في شويه ديال الملحه، الماء والملحه طبعا وشويه الزيت. عندي الخيزو حتى هو سلقته عادي. لي شو دو بروكسل حتى هما سلقتهم في الماء والملحه. عندي المعدنوس يعني زلافه ديال المعدنوس مقطع. عندي هاد الكبيلات هادو يعني كاينين صغار وكاينين في هاد الاحجام. عندي الثومه وعندي الزيتون الاسود. عندي القمح هذا ابلي او القمح هكا سلقته ابلي كيجي زوين. عندي حبات ديال القمر للتزيين. وعندي هاد لي زاميوز بوش غنخلي لكم الرابط ديالهم في خانه الوصف. المهم هادو يعني ديجا مصايباهم. عندي اللوبيا خضراء هي مسلوقه. عندي الذره. عندي شويه القمرون يعني هذا ماشي. عندي بريوات كما شفتوا الطون حتى هو. هاد البريوات نخلي لكم الرابط ديالهم. الخص الانواع ديالو طوماط سوغيز على الانواع. عندي الفجل حتى هو. عندي لي شو حتى هي حكيتها. عندي بالنسبه للصلصه عندي مايونيز وعندي كاتشوب. المهم انا حطيت حدي كل شيء، وربعه ديال البيرلي هادو ضروريين. عندي هاد الكور دو بالميي وبيض ديال السمان، يعني كيبقى هادشي حسب الذوق للتزيين وصافي. لي فيغين طبعا غادي نخليهم لكم الرابط ديالهم في خانه الوصف. عندي الزيت، عندي الخل، الملحه، البزار، يعني الحوايج الاساسيه. المهم هادو هما المكونات كيف ما قلت لكم، نقدروا نزيدوا نقدروا نقصوا على حسب الرغبه. اول حاجه غادي نصايب هي اللي غنبدا بها هي لاصوص. غادي ندير قرعه ديال مايونيز، غناخذ واحد الاناء غندير فيه قرعه ديال مايونيز كامله لانني غنحتاج لاصوص كثيره حيت غنديرها في بزاف ديال المكونات وهي كتعطي واحد المذاق زوين. المهم غادي ندير انا قرعه ديال مايونيز كامله كيف ما شفتوا، وغادي ندير معاها بيرلي. هاد بيرلي مسوس ماشي الزرق، ما ديروش الزرق نهائيا، داك الحلو هذا مسوس. هذا تقريبا يعني كيكون بحال الجبن الابيض، كيعطي صراحه واحد المذاق رائع. يعني هاد لاصوص هذه راه خطيره، انا كنديرها يعني حتى في العادي، حتى في الايام العاديه في السلطات العادي كندير هاد لاصوص هذه، يعني مع البطاطا ولا مع اي حاجه كتجي رائعه. هاد بيرلي كيعطي واحد المذاق روعه. صافي غادي ندير تقريبا هاد 4 ديال الحكاك ديال بيرلي.
دابا صافي بعد ما درت هذوك 4 ديال البيرلي غادي نضيف دابا الخل والزيت والبزار والملحه. الا بغيتو تنكهو بشويه ديال البودره ديال الثوم حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. المهم صافي غادي نحركها وغادي نستعملها. انا استعملت هذا الطبسيل هذا على هذا الشكل. نتوما تقدروا تستعملوا اي متوفر عندكم، تقدروا ديروا حتى في الكميه قل وبنفس الشكل، تقدروا ديروها يعني على هذا القدر هذا. المهم انا غادي ندور دابا الخص كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يكونوا دوك الوريقات خارجين، يعني دوك الوريقات يكونوا هكا خارجين باش يعطيونا داك المنظر. يعني الخص يعني كيبقى على حسب الذوق يعني المتوفر عندكم. انا غادي ندير جوج ديال الانواع، غندير هذا وغندير فوق منه واحد النوع اخر كيعطي واحد الجماليه في الطبق. بالنسبه لهذا الرز هذا غادي نضيف ليه الذره والثوم. الثوم غادي نخلي فيه داك شويه من داك الزيت ديالو صراحه، حيت كيعطي واحد المذاق زوين، ماشي بزاف ولكن غير شويه، حيت المايونيز يعني او لاصوص فيها الزيت على هذا الشكل هذا. الا بغيتو ديروا طريفات ديال الفرماج حمار، بغيتو ديروا الفلفله مقطعه الوان، تجي صراحه رائعه. غادي نضيف دابا كيف ما قلت لكم هاد لاصوص هادي صافي، وغادي نخلط مزيان هاد الرز هذا. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال المعدنوس مقطع صافي، غير واحد شويه باش يعطيني ديك النكهه ديالو. صافي غادي نعاود نخلط كلشي حتى غتدخل ليا كاع هذيك المايونيز غتدخل ليا في الرز. انا دابا غادي نستعمل هاد الطبسيل على هاد الشكل هذا. نتوما الا ما متوفرش عندكم تقدروا ديروا زلافه تقلبوها وديروا فوق منها طبسيل وتستعملوه عادي. المهم دابا هذا هو السركل اللي غادي نستعمل. غندير سركل على هاد الشكل وغادي نعمرو بهذاك الروز اللي صيبت، نعمرو مزيان بهذاك الروز على هذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم في الصوره. كنعمر وكنورك هكا بالمعلقه، نعمر ونورك بالمعلقه باش هذاك الروز ياخذ ليا هاد الفورمه ديال هاد السيركل على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا بحال هكا. غادي نبقى حتى غادي نعمر هاد السيركل كامل بهاد الروز وغادي نورك مزيان بالمعلقه حتى نتاكد بان هذاك الروز يعني باش ياخذ ليا الفورمه ديال السيركل، اي هاد الفورمه دائريه بحال هكا. صافي كيف ما كتشوفوا ملي كنحيد السيركل كنحصل على شكل دائري على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ شويه ديال المايونيز وغادي ندهن بها الجناب على هذا الشكل بحال هكا. غادي ندهنها كامله بهذه الطريقه هذه. كناخذ عريشات ديال السيبولات وكنقطعهم، يعني ضروري كيكونوا عاليين شويه على هذاك الروز اللي عندي صافي، كندورهم على بحال هكا على ديك الدائره ديال الروز. كنبقى غدا وكندير في السيبولات. غير هي واحد العمليه اللي كتبغي شويه الخاطر، يعني تقدروا تديروها يعني تقدروا تستغناو عليها، كتبقى على حسب الاختيار. بعد ما دورتها بالسيبولات غادي ناخذ طوماط سيريس وغادي ندير بها دائره صافي كيف ما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل هذا. المهم انا درت هذا الشكل، يعني الطوماط سيريس هي بالالوان ودرت بها هاد الدائره على هذا الشكل. التزيين كيبقى حسب الذوق، يعني نتوما ديك الساعه كتشوفوا الشكل اللي غادي ديروا. بالنسبه للوبيا خضراء يعني كما قلت لكم انا سلقتها، درتها في مقيله، درت معها شويه ديال الزبده، الملحه والبزار وواحد شويه ديال الحامض والمعدنوس والثومه صافي، وكنشحرها مزيان في هذه المقيله وكنستعملها. بالنسبه للقمح غادي نضيف ليه القمرون في شويه الزبده والملحه والبزار والفلفله الوان قطعتها هكا طريفات. تقدروا تضيفوا حتى الخضره حتى هي كتعطي واحد اللون زوين. وهذيك لاصوص ديال المايونيز اللي صايبت صافي، وغادي نخلطها مزيان وغادي نستعملها. بالنسبه لهذاك القمح اللي صايبنا هو هذا على هذا الشكل كنحصلوا عليه. غادي ناخذوا سيركل على هذا الشكل صغير. في الروز درتو كبير وفي القمح درتو صغير. نفس الطريقه اللي درت للروز غادي نديرو حتى القمح على هذا الشكل هذا. غادي نعمرو مزيان وغادي نبقى كنورك بالمعلقه وكنورك بالمعلقه باش ياخذ ليا الشكل دائري بحال تقريبا كيف ما خدمت في الروز. بالنسبه للتزيين خديت الفجل
وقطعته يعني بواحد القطاعه باش حصلت على بحال هاد الشكل ديال الوريضات. هاد القطاعه هادي على هاد الشكل حصلت على هاد الشكل. دابا غادي ندير يعني طوماط سيريز وصافي، وغادي نحصل على ورده. غادي ندير وحده اخرى بحالها يعني من الجهه الاخرى، نقدر ندير حتى 3 حتى 4 على حسب الرغبه. غادي ناخذ دابا اللوبيا خضراء اللي صايبت وغادي نديرها في هذا الجانب بحال هكا، يعني راه ما بانتش لكم ولكن المهم راه غنديرها في هذا الجانب، وغادي نديرها على هذا الشكل. يعني من المقله كنديرها شحرتها مزيان في الزبده كيف ما قلت لكم وفي التوابل. صافي دابا المهم على هذا الشكل هذا درتها من هذا الجانب، وغادي نديرها من الجانب المقابل ليه. الجانب اللي درت فيه اللوبيا الجانب المقابل ليه غندير فيه اللوبيا خضراء نفس المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبطاطا غادي نزيد عليها خيزو مسلوق قطعته هكا طريفات، وغادي نضيف عليها جبانه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليها يعني معدنوس، وغادي ندير هذيك لاصوص اللي صايبت، وغادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وغادي نخلط مزيان. بالنسبه للبطاطا كنحصل عليها على هذا الشكل هذا. انا زدت فيها شويه الزيت وشويه الخل وخدرت في هذيك المايونيز. المهم انا غادي نديرها في هذا الاتجاه هذا على هذا الشكل، وغادي نديرها في الاتجاه المقابل يعني جوج البلايص درت فيها اللوبيا وجوج البلايص غادي ندير فيها البطاطا. بالنسبه للباربات هي كيف ما قلت لكم سلقتها وقطعتها هكا مربعات. غادي ندير ليها الثومه وغادي ندير ليها الربيع. هي ما غنديرش هذيك لاصوص المايونيز ما غنديرهاش هنا. غادي ندير الخل، تقدروا تعوضوا الخل بالحامض بقطعه الحامض. غادي ندير الزيت، شويه الزيت وشويه الملحه وشويه البزار طبعا. صافي وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا حتى قطعه ديال الحامض حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه للباربه ها هي وجدات عندنا، غادي نديروها حتى هي كيف ما كتشوفوا. غنديرها حتى هي حدا على اللوبيا يعني كيف ما قلت لكم غنديرها في البلاصه المقابله معها. يعني اي خضره كندير منها غير جوج ديال البلايص على هذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا الحامض في هذا الباربا كيعطي واحد النكهه زوينه. بالنسبه لهاد لي شو هاد الحمرين يعني حكيتهم ودرت لهم الخل والزيت والملح والبزار. صافي يعني اكتفيت بهذا الشيء، ما درتش فيهم هذيك لاصوص اللي صايبت. يعني كيف ما قلت لكم غير شويه ديال الخل الخل والزيت والملح والبزار حتى هما غادي نديرهم بنفس الطريقه على هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو زوينين في المذاق ديالهم. وكما قلت لكم يعني بالنسبه لهاد السلطه قد ما نظمت ليها الوقت لانها صراحه كتاخذ الوقت بزاف على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد البريوات هادو غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في خانه الوصف. حتى هما غادي ندخلهم، حتى هما غادي ندير لهم بلاصتهم. صراحه كيجيو رائعين. صايبتهم بالجبن ديال الماعز ولا شاركوتري والفرماج حمر، طريفات ديال الفرماج حمر ملي كيتقلاو صراحه كيعطيو واحد المذاق رائع روعه. حتى هما غادي ندير لهم نفس الخدمه نفس الشكل. بالنسبه لهاد لي زاميوز بوش حتى هما غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في خانه الوصف. حتى هما غادي نديروا لهم بلاصتهم بهذا الشكل هذا. كيعطيو صراحه واحد المنظر زوين وشكل عصري وشكل يعني جديد، نبدلوا شويه على المعتاد شكل جديد. حتى هما غادي كيف ما كتشوفوا غندير لهم بلاصتهم على هذا الشكل. ندور بهم التفصيل كامل وفي ما لقيت شي بلايصه هكا اللي عجباتني نحطها فيهم نحطهم. يعني هاد لي زاميوز بوش كيبقاو نقدروا عاوتاني نديرهم في طبيصلات ونحطوهم حدا الشلاضه على في الطبله هكا. ملي نحطوا الطبله نحطوهم هكا على الجناب شلاضه بلا ما نحطوهم هكا نقدروا ما ندخلوهمش فيها. يعني ناخذوا طبيصلات طوال ونحطوهم وكيعطيو صراحه واحد المنظر زوين. بالنسبه لهاد لي شو بروكسل تا هما خديتهم وسلقتهم في شويه الماء والملحه. ما كنديروا لهم حتى شي حاجه يعني ما يحتاجوا نديروا لهم حتى شي حاجه. صافي تا هما غندير لهم بليصتهم كيعطيو واحد المذاق صراحه زوين وواحد الشكل زوين. تقدروا يعني اي حاجه كيف ما قلت لكم في هاد المكونات يا اما تعوضوها بشي حاجه يا اما ما ديروهاش يا اما تزيدوا شي حوايج نتوما يعني كيعجبوكم. يعني كيبقى داكشي اختياري 100%. يعني انا كنعطيكم غير واحد الشكل وانتم كيبقى لكم الاختيار في بزاف د الحوايج. صافي يعني كيف درت لهم بلاصتهم على هذا الشكل. بالنسبه لهاد القبالات هادو غادي نديرهم على هذا الشكل هذا. المهم كيبقى لكم الاختيار صراحه كيعطيو واحد المنظر زوين. غنبقى غادا على هذا الشكل غنزين بهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد بيض السمان هذا خديته وزينت به على هذا الشكل هذا.
يعني كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا، يعني الطريقه كتبقى حسب الذوق. المهم انا زينت بيه على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ هاد لي كور دو بالميي قطعتهم وغادي نزين بهم حتى هما يعني عشوائيا كيف ما قلت لكم. يعني التزيين كيبقى حسب الذوق. غنزوق بهم هكا على هاد الطريقه هذه كما قلت لكم عشوائيا، نحطهم في مارش. هذا هو الشكل ديال السلطه بعد ما قدمناها، كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لجميع المرافقات اللي رافقت بها السلطه غنخليها لكم في خانه الوصف، لي زاميز بوش، لي فيغين، المملحات، البريوات، كل شيء ان شاء الله غادي نخلي لكم في خانه الوصف. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وان هذه السلطه اللي قدمت لكم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تزوروا القناه ديال الصديقه ديالي مريم بركات طبعا، والقناه ديالها الغنيه عن تعريف كليكوك، وتشوفوا الفيديو تبارك الله، او الحلقه اللي غتقدم لكم الطباخه فاطمه تبارك الله عليها. وبسلامه، الى اللقاء.